هي النهارده بالنسبه لي يوم مميز جدا بسبب النهارده ده الفلوج رقم 100 والنهارده اخر يوم رمضان. فانا ممكن نعتبر ان ده يوم مميز بسبب النهارده زي ما قلت لك كده ان ده الفلوج رقم 100 واخر يوم في رمضان، اخر يوم في زحمه رمضان. هيرجع بقى الايام الطبيعيه بالرغم والله ان انا يعني على قد ما بحب الصيام بتاع رمضان، على قد ما بحب رمضان، بس ما بحبش الزحمه بتاعته وما بحبش الحاجات اللي بتحصل في رمضان. فهي دي الحاجات اللي ما بتخلينيش احب رمضان. حاجات كتير يعني انا ما قلتهاش في رمضان اللي فات، بس يعني كان رمضان كويس ان شاء الله عيد سعيد علينا كلنا وكل سنه وانتم طيبين. يعني يكون عيد كويس علينا كلنا. المشكله بقى ان انا نازل معايا الترايبود، معايا كل حاجه، معايا سلوك المايك كمان ونسيت المايك. كم انا انسان عظيم. ياه. وانا ماشي بصور حصل حادثه يا جماعه، حصل حادثه غبيه. راح اشوف فيه ايه. هذا هو رمضان، انتهاء رمضان. لازم التوك توك اتقلب يا جماعه. يا سلام يا جماعه، دي نهايه رمضان، دي احلى نهايه لرمضان. طيب يا شباب، انا كنت مبالغ جدا في ردة فعلي. اللي حصل ان في توك توك وموتوسيكل الاتنين دخلوا في بعض، التوك توك طبق بتاع الموتوسيكل ما بيقومش. تاني حصل حاجات كتير كده. انا كنت مبالغ في رأيي، انا كنت فاكرها حاجه بسيطه، التوك توك اتقلب عادي يعني، بتحصل كتير جدا. بس لا، ده بتاع الموتوسيكل اصلا مش قادر يقوم، اغمى عليه. بتاع التوك توك دماغه جابت، فيعني حصل حاجات كتير قوي، بس خير يعني. وانا قاعد شغال دلوقتي جات لي فكره الثامبنيل للفيديو اللي هتلاقيه فوق في الاي هنا ده، فحبيت اغير الثامبنيل دي دلوقتي قبل ما الفكره تروح من دماغي او قبل ما انسى او قبل ما اخش في اي حاجه تانية. فقلت الفكره جاهزه، كل حاجه جاهزه، يلا بينا نصور الثامبنيل. فيلا بينا نصورها دلوقتي. انا حقيقي لو قلت لك ان الثامبنيل قد ايه عظيمه انت لا يمكن تتخيل غير لما تشوفها. انا ما توقعتش الصراحه ان هي تبقى كده، توقعت ان هي تطلع قريبه من كده، ولكن طلعت احلى بكتير جدا من اللي انا كنت متوقع. كنت متوقع ان هي تطلع زي ما انت تشوفها كده، ولكن ما كنتش متوقع ان هي تطلع بالحلاوه دي. خصوصا ان انا الايديت بتاعها بالكامل معمول على الموبايل، ما بستخدمش الفوتوشوب ولا اللايت روم والكلام ده، بسبب ان السبسكريبشن بتاعي انتهى وانا لسه ما عملتش سبسكريبشن جديد. فانا لما عملتها كلها على الموبايل الصراحه ما توقعتش ان هي تبقى كده، بس الثامبنيل جامده جدا. انصحك تروح تشوفها وتعرفني رايك فيها، لان انا مبسوط جدا بالنتيجه اللي طلعت معايا. مية يوم فلوجينج، 100 يوم ديلي فلوج، 100 يوم مستمر بعمل ديلي فلوج كل يوم، بصور حياتي او جزء من حياتي كل يوم. 100 يوم بصور كل يوم، بعمل اديت كل يوم، بابلود فيديو كل يوم. ده انجاز كبير جدا بالنسبه لي، فكره ان انا 100 يوم متواصل 100 فلوج، والنهارده اخر يوم رمضان، فده انجاز كبير جدا. انا صورت في رمضان، عملت ايديت في رمضان، نزلت كل حاجه في رمضان ديلي فلوج. اي نعم ما كانش في اكسبيرينس كتير جدا حصلت، كانت كلها نوعا ما ايام عاديه، ايام حياه شخص عادي جدا، حياه حياتي زي حياتك، حياة بسيطة جدا ما فيهاش أحداث كتير جدا بتحصل. ولكن استمريت 100 يوم، 100 يوم في حاجة في حياتي بتحصل كل يوم، 100 يوم في هدف في حياتي. مفيش النتائج اللي كنت متوقعها، ولكن مهما كان النتيجة أو التحسن اللي أنا فيه كبير جدا. لو جيت اقارن نفسي بزمان، التطور في الايديتنج، التطور في التصوير، التطور في حاجات كتير جدا، التطور في حياتي انا شخصيا، التطور في ان انا يبقى عندي هدف معين وامشي وراه، التطور في ان انا ابقى ملتزم بحاجه، تطور كبير جدا. مش هنروح بعيد، لو جيت قارنت نفسي بالسنه اللي فاتت في تطور كبير جدا. انا اتطورت كتير جدا جدا ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت، واحنا لسه في بدايه السنه. اي نعم انا مقصر كتير جدا في حاجات كتير جدا، ولكن بحاول على قد ما اقدر مقصرش. في ناس كتير منكم بتكتب لكم ان انا مش مقصر، ان انا بعمل اللي عليا، ان فيديوهات حلوه وكلام كتير حلو جدا، شكرا جدا ليكم. ولكن انا من جوايا عشان انا اللي قدام ال 24 ساعه بتاعتي حاسس ان انا مقصر كتير جدا.
بضيع وقت كتير جدا. ممكن الوقت اللي انا بضيعه ما يكونش كتير زي السنه اللي فاتت، ولكن انا مضيع وقت كتير جدا. انا حاسس بالتقصير اللي انا فيه، حاسس بالتقصير من ناحيه الفيديوهات ان هي لازم تتحسن احسن من كده، حاسس بالتقصير من ناحيه الحاجات اللي انا بتعلمها ان هي لازم تكون اكتر من كده. ولكن برجع اقول لنفسي ما انت لو جيت قارنت نفسك بالسنه اللي فاتت في تطور كبير جدا جدا جدا. لو جيت قارنت نفسك بكل يوم، انت كل يوم بتتطور عن اليوم اللي قبله. في ايام اي نعم ما بيحصلش تطور بسبب حاجات كتير جدا، ولكن بتيجي بعدها بتتطور. مهما كان في تطور، المهارات بتاعتك كل حاجة عندك بتتطور، بس برضو ده ما يمنعش ان في تقصير مني في حاجات كتير جدا. بس انا اكتر حاجة بسطاني النهاردة ده الفلوج رقم 100 يوم بعمل ديلي فلوج. دي اكتر حاجة بسطاني حرفيا. مش عارف الصراحة لما نوصل لليوم ال200، ان شاء الله نوصل لليوم ال200، لما نوصل لليوم ال300، لما نوصل ل365 يوم يبقى سنة كاملة ديلي فلوج كل يوم. انا الصراحة مبسوط جدا ان انا ملتزم بحاجة الفترة الكبيرة دي. ان شاء الله هلتزم اكتر بالقناة الاساسية، هلتزم اكتر بالقناة دي. حاجات كتير قوية جدا جاية. انا عارف ان انا قلت ان في حاجات قوية كتير جدا جاية، ولكن لو شفت الفيديو ده او الفيديو ده هتلاقي في تطور كبير جدا. انا عايز كل الفيديوهات تمشي على نفس التطور ده واحسن من كده بكتير جدا كمان. فان شاء الله اللي جاي هيكون قوي جدا، هيكون كويس جدا. شكرا لكل واحد موجود معايا في الرحله دي من اول يوم لحد دلوقتي. شكرا للناس اللي بتكتب كومنتس، الناس اللي بتعمل لايكس. شكرا ليكم كلكم ان انتم موجودين معايا في الرحله دي من داي 1 لداي 100. شكرا جدا بجد ليكم من قلبي. شكرا جدا لكل واحد. انا صراحه مبسوط جدا ان انا 100 يوم ملتزم بحاجه. ان شاء الله يبقى الفتره اطول من كده ان انا ملتزم بحاجه. انا عارف ان انا رغيت كتير ومعظمكم ما بيحبش الرغي الكتير ده، ولكن كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. بكرة ان شاء الله ننزل صلاة العيد كده، ناخد اكسبيرينس جديدة، نصور مش عارف ايه الكلام ده كله. انتظرونا بكرة في صلاة العيد وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. القهوة خلصت.